السلام عليكم ومرحبا بكم في اون نوفيل فيديو اللي غنهضر لكم فيها على اغرب 10 عادات عند الالمان. عافاك الناس اللي ساكنين في المانيا يكونفيرميو ليا في لي كومونتير واش حتى هما صادفوا في حال هاد العادات ولا غير انا بوحدي. اول عاده، الا عطيتي الالمانيه ولا الالماني ان بوكي دو فلور ولا عطاك ان بوكي دو فلور امبوسيبل يكون العدد الوريدات بالزوج، ديما كتلقاهم بالفرد. قالك سيدي الا عطيتي الوريدات بالزوج كيجيب لهم النحس، والله اعلم. هذه الاولى. ثاني حاجه، الا كنتو مثلا جالسين في شي ريستورون كتلقى الالماني يقدر يجبد كلينكس ويبقى يمسح الطبله، الا ما مسحش الطبله كامله تلقى كيمسح غير لا زون اللي قدامه. هذه الاولى في الماكله. ثاني اغرب عاده في الماكله هو انه بعد السكات ما كيهضروش في الماكله قليل الا كانت شي حاجه اللي ضروريه. والحاجه الثالثه هي منين كيسالي الماكله امبوسيبل ينوض من بلاصتو حتى يسالي اخر فرد في ديك الطبله الماكله ديالو. تيقول لك من قله الادب ومن قله الاحترام ان شي واحد ينوض ومازال الاخر ما سالاش الماكله من فوق الطبله. حاجه اخرى، يعني العاده الثالثه، وهي المواعيد. عندهم المواعيد مضبوطه. الا قال لك 3 غيجيك مع 3 وصفر صفر، وإلا جيتيهم معطل كتجيهم بايخ، كتجيهم بليد، كتجيهم ما عرفتش، كيشوفك واحد الشوفه ديال الاحتقار. ما عمرك تبارك الالماني لانيفرسير ديالو نهار اولا يومين قبل غادي يسخط عليك، تيقول لك ديما لو جور جي ولا حتى من بعد ماشي مشكل، حيت الا باركتي ليه من قبل بالنسبه ليه شؤم ونحس عليه. الالمان كيتشائموا بزاف من رقم 13، ما عرفتش علاش. انا وقعت لي وعشتها ان مريضه ما بغاتش تدخل لا شومبر 13، قالت لك بدلوها ليا. علاش الله اعلم. الناس اللي عندهم الجواب اللي في المانيا وعارفين علاش يخلوها لنا في لي كومونتير. الالمان كيحترموا وكيقدسوا شي حاجه سميتها الخصوصيه. ما تجيش عنده بلا موعد، تصوني ليه وتاخذ رونديفو عاد تجي عنده. وهاد القضيه ماشي غير زعما مع البراني، حتى مع ولادهم. كتلقى دي بارون كيقولوا لولادهم قول لي وقتاش غتجي عندي وعطيني الوقيته بالضبط، حيت راه كيما انت عندك مشاغيلي وكيما انت عندك حياتك وخصوصيتك، حتى حنا عندنا حياتنا وخصوصيتنا. فمهم جاتني شويه غريبه، ولكن هاد القضيه عندهم بزاف. الالمان الاغلبيه ديالهم ما كيتساواوش. قليل اللي كتلقاه اللي كتلقاه شويه مطبع بينا ولا كيف فريكونتينا بزاف كيولي حتى هو كيتاوى، اما الاغلبيه الساحقه ديالهم ما كيتاواوش. باش ما قلتي له باش كيخلصك. الالمان كيحتفظوا بزاف، راه يقدر يعطيك شي حاجه غير معطى ويعطيها لك مازال في الباكاجينغ ديالها ومازال كتشقشق ومازال بالكتيب ديالها بكل شيء ليها، ويغسلها وينقيها ويقادها كانه غادي يبيعها وهي راه غير معطى. اخر عاده وهي اسبوع التنظيف. هاد القضيه هذه كاينه بزاف عند الناس اللي في الجنوب. مثلا كتلقى سكان في عماره كل اسبوع كيتكلف واحد بالتنظيف ديال الدروج، بالجرده، مثلا حاشاكم الزبل كيخرجوا البركاس، يعني البركاسات كيخرجهم للشارع باش انه من يدوز الكاميو ديال الزبل يجي فاسيل انه يهز دوك البركاسات. المهم اي حاجه عندها علاقه بالتنظيف كيديروا واحد الطابلو وفيه السميه ديالك واين وقيته عندك الكفاح، وكيحطوها في باب العماره، كتدخل كتعرف راسك وقتاش عندك الكفاح. ملي سولت على هاد القضيه هما اللي قالوا والله اعلم، قال لك انهم شويه الناس ديال الجنوب زقرانين، ما كيسخاوش بالفلوس بزاف، وعوض ما انهم يعطيو الناس اللي مختصين في هذا الشيء، يعني فام دو ميناج، جاردينيي اللي يجي يدير هذا الشيء، كيفضلوا انهم يوفروا فلوسهم لجيبهم وهما يديروا هذا الشيء لروسهم. الا حتى نتوما صادفتوا شي عادات غريبه من غير هادو اللي قلت خليهم لنا في لي كومونتير. خليت لكم الصحيحه وراحه البال، ونتلاقاو في اون فيديو ماجيه ان شاء الله.